السلام عليكم، معاكم قناة مامونة معايا تعرفوا كل الأخبار. النهاردة هنتكلم عن الطيارة اللي في زامبيا اللي لقوا فيها الكنز اللي انتوا عارفينها مشهورة الأيام دي، اللي هي فيها 5,700,000 دولار، وفيها 127 كيلو من السبائك، وعبارة عن 602 قطعة من السبائك، اللي هي شكلها دهب، ولكنها لما حللوها طلعت انها مش دهب، اللي هي من أزدير، بتتكون من أزدير ونحاس وزنك ونيكل ومطلية بالذهب. ولقوا كمان في الطيارة 5 مسدسات مرخصة و7 خزائن و126 طلقة. الطيارة دي اللي هي بيقولوا عليها مصرية ولكنها مش مصرية، تبع شركة أوروبية مقرها في دبي، صاحبها برضو من أوروبا، من بلجيكا. بتأجر طيارات لأي حد، يعني ممكن أشخاص، ممكن دول، ممكن أي حكومة، ممكن أي مسؤول كبير أو شخص مشهور، أي حد. الطيارة دي كانت في الأردن، قعدت 3 أيام، بعد كده راحت القاهرة ترانزيت يوم السبت. راحت القاهرة ترانزيت يوم السبت، قعدت فيها قعدت فيها 12 ساعة تقريبا. وصلت السبت بالليل الساعة 12 بالليل، ومشت الصبح يوم الحد. هي قعدت في القاهرة، قعدت 12 ساعة عشان تتملي بالوقود، وكمان في مصريين ركبوها. بعد كده طلعت يوم الحد الصبح الساعة 11 الصبح، وصلت زامبيا يوم الاثنين بالليل. طبعا وقت طويل، وكمان هتبقى مسافة طويلة ما بين القاهرة وما بين زامبيا. ففي هي نزلت في وسط مسافة، نزلت الكونغو. وصلت بعد كده، هي قفلت بعد الجهاز، بعد ما مشيت من القاهرة قفلت الجهاز اللي هو بتاع تتبع الطيارة، مسار الطيارة. قفلته ليه؟ دي فيها لغز. المهم انها وصلت زامبيا الاثنين بالليل. وكان اللي هم في الطيارة كانوا المتورطين في العملية دي 12 واحد، 5 مصريين، وكان واحد اسباني، واحد هولندي، واحد من لاتفيا، و4 من زامبيا. ودول متورطين في العملية. 5 مصريين طلعوا ان هما 3 منهم طلعوا ضباط سابقين، يعني كانوا شغالين وطلعوا على المعاش. واحد اسمه محمد عبد الحق محمد جودة، ده ضابط في القوات المسلحة سابقا. وواحد تاني اسمه ياسر مختار عبد الغفور ششتاوي، ده ضابط في الصاعقة سابقا. وفي واحد اسمه وليد رفعت فهيم بطرس، ده ضابط في الشرطة سابقا. وفي 2 تانيين، واحد اسمه مايكل بطرس، ده صاحب شركة استشارات عسكرية وأمنية. ومنير شاكر جرجس عوض، ده تاجر دهب. الضباط دول كانوا شغالين بيقولوا في شركة أمنية خاصة عشان يأمنوا الطيارة دي، علشان راحة زامبيا. وزامبيا طبعا انتوا عارفين انها افريقيا بيبقى فيها مشاكل وقبائل وحاجات زي كده، ممكن يحصل مشاكل. فكان معاهم الأسلحة بتاعتهم، الأسلحة بيقولوا عليها مرخصة. خدوها منين؟ والفلوس كانت فين؟ اخدوها ممكن من الكونغو، على اساس انهم فتشوا في مطار القاهرة ما لقوش حاجة، ما كانش فيها حاجة. فاحتمال تكون الحاجات دي كانت في الكونغو وحطوها في الطيارة. فالمهم العملية دي بيقولوا عليها انها ممكن تكون عملية تجارية عادية، ان علشان الطيارة فيها تاجر دهب، فاحتمال، وزامبيا مشهورة انها فيها دهب، فاحتمال كبير انها تكون عملية تجارية عادية، انهم بيشتروا دهب من زامبيا. ولكن المشكلة هنا ان زامبيا فيها مسؤولين متورطين في العملية دي، مسؤولين كبار في عملية البيع الدهب. واحتمال يكون في نصب او حاجة عشان الدهب ما طلعش دهب، طلع الزيرو نيكل وحاجات زي كده، فاحتمال تكون فيها نصب، فيها حاجة. فالعملية دي اللي هم الإخوان كانوا بيتكلموا عليها، دي مخابرات مصرية فاشلة، دي مسؤول كبير هو السبب، هو ده ابن
رئيس، لا ده ابراهيم العرجاني، ده عصام العرجاني، ده مسؤولين كبار هم اللي بيعملوا كده، ولا طلع اي حاجة من الحاجات دي. دي ما طلعتش ولا مخابرات مصرية ولا طلع اي مسؤول كبير في الدولة ليها علاقة بالمشكلة دي، ولا ليه علاقة برئيس الدولة او ابن الرئيس، ملوش اي علاقة بالعمل ده. ولا ابراهيم العرجاني قالوا عليه برضو وابنه عصام العرجاني ملهمش اي علاقة برضو بالمشكلة دي. المشكلة ان في مخابرات اجنبية ضد مصر، عشان الخبر يطلع بسرعة كده وقنوات الاخوان يقولوا الاسامي المصريين بسرعة دي قبل اي قناة، يبقى فيها حاسة ان فيها مخابرات اجنبية ضد مصر علشان يورطوا الحكومة او يورطوا الرئيس او يورطوا اي حد في البلد، عشان ايه؟ يضعفوا البلد وايه ويسقطوا الايه الحكومة والبلد والرئيس قدام نظر الشعب. فالعملية دي ملوش اي علاقة بالحكومة او باي حد من الرئاسة. والطيارة دي عادي بيمشوا بيها، ممكن اي مسؤول بيمشي بيها، بيأجروها بيمشوا بيها، بيروحوا بيها هنا او بيروحوا اي بلد تانية، فعادي في اي بلد كده بياخدوا طيارة خاصة بتتأجر عادي. هنا الركاب اللي كانوا في الطيارة احتجزوها طبعا في زامبيا عشان بيشوفوا في مركز الشرطة، وفي محامي راح للمصريين المصريين هناك ويشوفوا يعني القضية، وتقريبا يعني المصريين ما عملوش اي حاجة يعني ضد يعني في القضية دي ما عملوش اي حاجة غلط يعني، فاحتمال يعني يطلعوا براء يعني ما فيش اي حاجة. ومستنيين الاخبار الجديدة اللي هتطلع، واقول لكم اي اخبار هتطلع هقول لكم عليها. والحلقة كده خلصت، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك، والسلام عليكم.